اول ما تيجي تقرا منهوا مورم بيقابلك عدد كبير جدا من الطوائف بانواع واشكال مختلفه، طوائف صالحه او طوائف شيطانيه او طوائف شر، وجماعه معلومات ومجموعه نقل وجناح تجاري، وما بتبقاش فاهم مين مع مين ومين ضد مين وايه الحكايه بالظبط. وفجاه تلاقي بيتقال على شخصيه محارب من الدرجه الاولى، وتسمع مسميات زي الدانتيان والداو والكي وكم معلومات كتير جدا. ولو انت وصلت للفيديو ده فده دليلك الشامل يا معلم لفهم عالم المورم، عشان لما تخش لاي منهوا عالم مورم بعد كده تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب شبابنا، عودة لمانجا عويسي تاني. غالبا انا هنزل البوست على الكوميونتي بتاع القناه الاصليه، هقول ان انا نزلت الفيديو ده هناك، وده المحتوى اللي احنا نعمله بعد كده عن المنهوات في قناه مانجا عويسي. هنتكلم، هنشرح، هنحكي، هنرغي كلام عادي جدا بدون مونتاج كتير. فلو انت منتظر شقلبه بالمونتاج وحصنه كتير والكلام ده كله، لا، هي انا عملتها بس في الاول، انما العادي هيبقى زي ما انا بتكلم معاك كده، مونتاج قليل جدا، شرح لو حبينا نتكلم عن منهوا هنتكلم بشكل بسيط من غير كلام كتير ومن غير ملخصات عشان بس نخلص. انا مش هعمل ملخصات تاني. المهم يا معلم، طوائف المورم بتختلف من منهوة للتانية، واوقات كتير جدا بيبقى التقسيم مختلف عن اللي انا هقوله لك ده، بس في معظم المنهوات عموما بيبقى التقسيم على ثلاث تقسيمات للطوائف: الطوائف الصالحة او الطوائف الارثوذكسية، وقوات الشر او فصيل الشر، والطوائف الشيطانية. هم دول الثلاث فصائل او تقسيمات في عالم المورم. وخلينا نبدأ الاول بالطوائف الصالحة، ودي على الاغلب بتبقى طوائف طيبة. اي نعم ممكن يبقى جواهم طائفة او اتنين اشرار وبنوايا خبيثة، بس الظاهر للعلن وقدام الناس انهم طوائف طيبة، وبتتكون على الاغلب من 9 طوائف، وكل طائفة بيبقى فيها درجات مختلفة من التلاميذ. بتبدأ بتلاميذ الدرجة الثالثة، واللي بيبدأ سنهم من 10 سنين لحد 20 سنة مثلا. دول الاصغر سنا، الاقل مهارة وقوة، والأقل شهرة، والأقل تلقي للمخطوطات والفنون القتالية من الطائفة، والأقل استهلاكا لموارد الطائفة بشكل عام، والتريقة والمهزأة بتوع الطائفة من الآخر. بيجي بعدهم تلاميذ الدرجة الثانية من 20 لحد 30 35 كده، يعني أكتر قوة أكتر شهرة، بيتم النظر ليهم على إنهم المستقبل اللي هيقودوا الطائفة، مع وسائل رفاهية أكتر بكتير من تلاميذ الدرجة الثالثة. وطبعا بيمارسوا التنمر والمهزأة والتريقة على تلاميذ الدرجة الثالثة. بيجي بعدهم بقى تلاميذ الدرجة الأولى، ودول من سن 40 لما فوق، الجيل الكبير في السن. البعض منهم بيترقى ويبقى معلم في الطائفة، والبعض منهم بيروح للطوائف الثانوية الخاصة بالطائفة دي ويبقى زعيم ليها. كل طائفة بيبقى ليها فروع أو طوائف ثانوية تابعة ليها، وكل ما الفروع الثانوية للطائفة كترت كل ما ده بقى مثال على قوة وسيطرة نفوذ الطائفة الأصلية. المهم البعض منهم بيبقوا شيوخ في الطائفة، وأكيد واحد منهم بيبقى زعيم الطائفة فيما بعد. ومع نهاية كل جيل، الجيل اللي قبله بياخد درجته او مكانته. يعني لما ينتهي جيل تلاميذ الدرجة الاولى، تلاميذ الدرجة الثانية هيبقوا تلاميذ الدرجة الاولى مكانهم. بس في حالات استثناء، طلاب مثلا من الدرجة الثالثة اقوياء جدا فبيتم ترقيتهم مباشرة للدرجة الأولى من غير المرور بالعوامل السنية وعوامل الأجيال والكلام ده كله. دي أول حاجة، الشكل والتصنيف والترتيب العام للطوائف. خلينا نروح بقى للطوائف. وبص أنا هقولك 10 طوائف مش 9، وهشرح لك قدام ليه برضو هم 10 مش 9. المهم عندنا في البداية طائفة جبل هوا، ودي موجودة على أعلى قمة جبل هوا أو الجبل البركاني في مقاطعة شانشي، وليهم أسلوب وفن قتالي معروف جدا، وهو أسلوب سيف زهرة البرقوق. الأسلوب ده أسلوب سيافة وبينتج أوراق زهرة البرقوق اللي بيتقال ان ليها ريحة جميلة جدا، وهي واحدة من الطوائف الأسطورية والقديمة والقوية جدا عموما. انا من هنا انا بعلن انتمائي ودعم الكامل لطائفة جبل هوا والقائد العظيم الهمام المغوار قديس سيف زهرة البرقوق شونج ميونج. صح، خد الترشيح ده. يبقى خش شوفوا الام في اللي عمله استوديو ليكو لعودة طائفة جبل هوا، حرفيا أسطوري. يعني انا بسببه انا بعلن انتمائي، ايه اللي انا قلته ده، بعلن انتمائي ودعم الكامل لطائفة جبل هوا. المهم في شانشي برضو عندنا طائفة جونجنان، طائفة اسلوب سيافة برضو، وفي منافسة وعداوة طويلة جدا بينها وبين طائفة جبل هوا، واسلوبهم بشكل كبير جدا معتمد على البرق، التلج، الحاجات اللي لونها ابيض دي، وبتختلف على حسب المنهوة والتانية. بس اسلوب السيافة بتاعتهم عموما في معظم المنهوات بتبقى حاجات لونها ابيض او مايلة للون الابيض. عندنا بعد كده طائفة تانج في سيتشوان او سيشوان، مش فاكر هي بتتنطق ازاي. المهم طائفة معروفة بالسموم واستخدام السموم في اسلوبها وفنها القتالي، بالاضافة لمعرفتهم الكبيرة جدا في علاج السموم والترياق والكلام ده كله. ودايما تلاقي زعيم الطائفة بتاعتهم اسمه سيد الالف سم، ولكن في بعض الاوقات عائلة
عائله تانج بتبقى عائله منفصله بره الطوائف دي كلها، بتبقى عيله من ضمن 5 عائلات اسمهم العائلات النبيله، وفي بعض الاوقات بتبقى من الطوائف ال9. عشان كده انا قلت لك انا هقول لك 10 عائلات مش 9 بس، وده بسبب عائله تانج وعائله تانية هقولها قدام. معاهم برضو في سيتشوان طائفه ايمي، طائفتي المفضله بعد طائفه جبل هوا، وده لان كلها بنات ومعظمهم حلوين الصراحه. وعلى الاغلب طائفه ايمي هي طائفه غلابه وفي حالهم وبتوع عدل وعداله والكلام ده كله، وما بيدخلوش غير لو الامور بقت صعبه قوي وتهديد كبير، انما صراعات الطوائف وكده لا، هم بره عنهم الليله دي كلها. وخلي بالك برضو الموضوع كله يعود لكاتب المنهوى نفسه. ممكن بكره تنزل منهوى تلاقي عائله ايمي دي كلها رجاله واشرار عادي جدا. اللي انا بحكيه ده بناء على اغلب المنهوات اللي انا شفتها، وفي منهم كمان منهوات بتبقى فيه تفاصيل صغيره مختلفه. تمام يا معلم. عندنا بعد كده طائفة كونج تونج، وموجودين في مقاطعة جانسو. طائفة لها اسلوب قتالي مختلف شوية، هو فن قتالي جسدي بالكامل، وزي ما احنا في جانسو برضه فعندنا طائفة كينج تشينج. تسألني تعرف عن الطائفة دي يا فارس؟ اسمهم فقط، لا اكتر ولا اقل من كده، حرفيا من الطوائف اللي بتتذكر وما بتشوفش عضو واحد بس فيهم. المهم يعني اديك عرفت معلومه ان في طائفه اسمها كينج تشينج موجوده من ضمن الطوائف ال9، انما ما تحطش امل ان انت تشوف اعضاء الطائفه دول. هنسيب بقى جانسو ونروح ليونان. عندنا طائفه ديان كانج، ودي طائفه معقده جدا بالنسبه لي الصراحه. في وسط المنهوات اللي قريتها كان بيتم ذكرها بس وما بيظهروش نهائيا، باستثناء منهوه واحده بس اللي ظهروا فيها، واللي كان اسمها دارك اند لايت مارشال امبرور. دي الوحيده اللي ظهرت الطائفه دي، وقالوا عنها انها في الاصل كانت طائفه طاويه، انما فيما بعد ابتدت تتحول لطائفه بتستخدم هجمات خبيثه وسريعه، وبقت طائفه عدوانيه جدا، بقى يستخدموا اي طريقه ممكنه عشان يسقطوا خصمهم في اسرع وقت ممكن. انما غير كده في معظم الحاجات اللي انا قريتهم ما اتذكرش اي حاجه عن الطائفه دي غير اسمها ومعلومات طفيفه عنهم. عندك بعد كده طائفه وودانج، واللي موجوده في مقاطعه هيبي او هيبي ايا كان يعني. والطائفه دي طائفه طاويه بالكامل، اللي هم الطاويين دول اللي هم بتوع اليين واليانج والكلام ده كله. اسلوبهم القتالي لين كده ورقيق ومتسهوك في نفسه، وفي نفس الوقت عنيف جدا، بيصدوا الهجوم بلين ويردوا عليه بعنف، اللي هو يين ويانج واللين والعنف والتناغم الطبيعي والكلام الاونطه ده كله، وانا ما بحبهمش اساسا الطائفه دي، فهنعدي عليهم بسرعه هم والطائفه اللي بعدهم، واللي هي اسمها طائفه كونلون، ودي طائفه طاويه برضو، يين ويانج وتيتو وشريط وحيكي وميكي وفرمط ومرمط والكلام ده كله. بس اديك عارف وودانج طاويين وكلهم طاويين برضو. عشان نروح بعد كده لمعبد الشاولين او طائفه شاولين، ودي واحده من اقدم واقوى الطوائف ال9. معروفين انهم طائفه رهبان بوذيين بيمارسوا الفنون القتاليه مع الاستمرار في التعاليم البوذيه وكده، وعمرهم ما بيستخدموا سيوف في فنونهم القتاليه نهائيا. فنهم القتالي كله معتمد على هجمات الايد، وكلهم قرع زي ما انت شايف كده. وفي معظم الاوقات بيبقى زعيم طائفه الشاولين دي هو زعيم التحالف او زعيم الطوائف الصالحه دي، من وجهه نظرهم يعني بيبقى راجل محترم ومتدين وطيب والكلام ده كله، فبيعينوه قائد ليهم ياخدوا حكمته وكده. وهي دي الطوائف ال9 او ال10. ممكن بقى تقابلك عيله اسمها عيله نامجونج، وعلى الاغلب في كل المنهوات بتلاقيهم عيله مغروره ومتكبرين، وبص احنا اجمد ناس في الكون واجمد ناس في الكوكب، لحد ما يجي البطل يسقف على وشهم. في كل المنهوات حرفيا بيطلعوا كده. بس دول ما يعتبروش سكت، ما يعتبروش طائفه، لا دي عيلة من ضمن 5 عائلات نبيلة، وهم الأقوى والرئيسين بتوع العائلات النبيلة دي. وفي بعض المنهوات بقى بيبقوا كل الطوائف دول بالعائلات النبيلة تحت ملك أو مملكة، وفي أغلب الأحيان الملك والمملكة دول ما بيدخلوش نفسهم مع عالم المورم، هم تحته بس هو بعيد عنهم شوية. يعني عارف ايه، انت في طريقك وانا في طريقك يا باشا، لا تيجي على سكتي ولا اجي على سكتك، وعلاقة تمشي بالحب بدل ما تيجي علينا ونيجي عليك. ده يا معلم المجتمع الصالح اللي هم الطائف ال9 والكلام ده كله. عندنا بقى ناحية تانية خالص، فصيل الشر او قوى الشر، وعلى الاغلب بيبقى ده الفصيل الشرير في كل المنهوات تقريبا، واللي بيبقى مكون من المجرمين او قطاع الطرق او القتلة او اي حد مش هيتردد نهائيا انه يقتل وعايز يسيطر على العالم، ودول بيبقوا العدو اللدود للطوائف الصالحة. عندنا بقى الطائفة الشيطانية، الفصيل الثالث معانا في نسيج عالم المورم. قائد الطائفة دي غالبا بيتسمى بالشيطان السماوي، وخليني اقول لك بقى ان على الاغلب دي مش بتبقى الطائفة الشريرة، لا خالص، هي طائفة لها طرقها المختلفة البعيدة عن الطوائف الصالحة، لها معتقداتها ودينها بعيد عن
المعتقدات الخاصة بالطوائف الأرثوذكسية، وفي بعض الأوقات كمان بيبقى فيه منهم معاهدات واتفاقات عدم اعتراض أو عدم قتال. ولكن في بعض المنهوات برضو بتبقى هي الطائفة الشريرة جوه الطائفة نفسها، فهي برضو طائفة زيها زي كل طائفة، ليها أهدافها وطريقتها اللي هتنفذ بيها أهدافها دي. والشيء اللي بيتحكم في الطوائف الشيطانية دي هي القوة. طول ما انت قوي، انت الكبير، انت البيج بوس، هيجي واحد أقوى منك هو اللي هيحكم وهو اللي هيسيطر. وفي بعض الأوقات ممكن يمارسوا فنون شيطانية قد تتعارض مع القيم والمبادئ البشرية. وفي بعض المنهوات برضو بيتم عكس وجهة النظر دي، وانهم بيبقى العالم كارههم وهم رد فعل على العالم والكلام ده كله. وفي بعض المنهوات برضو بتبقى هي الطائفة اللي عايزة تسيطر وتدمر العالم عادي. الطائفة الشيطانية عموما هي طائفة ملوعة، ما تقدرش تمسك لها عارف انت ايه طريق واحد، هي ماشية بأكتر من طريق على حسب المنهوة. ولكن إذا اختلفت طرق الطائفة الشيطانية في المنهوات المختلفة، فلا يختلف نهائيا اسم مؤسس الطائفة الشيطانية. واللي لازما وأبدا تلاقي اسم مؤسس الطائفة الشيطانية في كل المنهوات هو شخص اسمه شونما أو لقبه تشونما. باختلاف كل المنهوات لازما وابدا مؤسس الطائفه الشيطانيه يبقى شخص اسمه تشونما. ومكان تواجد الطائفه الشيطانيه هو جبل ال10000، جبل موجود بين جوانج تشي وجوانج دونج. هي دي الطوائف الثلاثه الاساسيه في عالم الموريم. ولكن في اشكال تانية بقى من الجماعات او الوكالات او الاجنحه محتاجين نتكلم عنهم، ومختلفين تماما عن الطوائف. عندنا في البدايه مثلا حبيبه قلبي طائفه المتسولين، ودي مش اهانه ليهم ولا اي حاجه، لا هم فعلا متسولين شحاتين مش لاقيين ياكلوا وهدومهم طالع عين اهلها. والطائفه دي بسبب تسولها في الشوارع فكل اخبار العالم بتتحكي قدامهم، وكل متسول محترم من دول بيكتب ورقه او تقرير في كل الاخبار اللي هو سمعها. وكل ما خبر يتكرر في تقارير كتير جدا من متسولين مختلفين، فده معناه ان الخبر ده في شبهه انه يبقى صح. وهو ده مصدر الرزق الاساسي لطائفه المتسولين، الاخبار والمعلومات. هي طائفة بتجمع أخبار ومعلومات وبتبيعها للطوائف التانية، وفي كل مقاطعة في فرع لطائفة المتسولين، يعني فرع شانشي، فرع يوان، فرع سيتشوان، الكلام ده كله. وفي بعض المتسولين بيبقوا كويسين جدا في الفنون القتالية والقتال، ولكن مش مقاتلين عبقرية، يعني مش أقوياء جدا، لا هم مقاتلين كويسين اللي هو ميد. بعض الاوقات بيبقوا مع الطوائف الصالحه، وفي بعض الاوقات بيبقوا مع الطوائف الشيطانيه، وفي بعض الاوقات هم بيبيعوا لكل الطوائف عادي جدا. عندك برضو المجمعات التجاريه، ودي تعتبر كده المول بتاع عالم المورم، شركه تجاريه كبيره جدا وبرضو غنيه جدا. الفنانين القتاليين بيروحوا لهم اذا كانوا عايزين اسلحه مثلا، اعشاب، موارد، وفي نفس الوقت لو عايزين يتمنوا حاجه ويبيعوها فبرضو بيروحوا للمجمعات التجاريه. وفي بعض المجمعات التجارية بتستثمر في طوائف المورم عشان تبقى تحت ظل الطائفة دي وتحقق لها الحماية، أو تستنفع من الطائفة نفسها بأرباح كبيرة جدا باعتبارها منتمية للطائفة دي، أو من الآخر تكسب بونت عند الطائفة، بحيث لو احتاجت الطائفة في حاجة الطائفة ما تتأخرش عندها. في الآخر يعني المجمعات التجارية دي هي مجمعات بيزنس بالكامل بس في عالم المورم. في بقى وكالات النقل، دي مجموعة من الناس مهمتهم ببساطة جدا ياخدوا شيء او حاجه من شخص يودوها لشخص تاني، لا اكتر ولا اقل، وتبقى مكونه من مجموعه من الناس هدفهم كله في النهايه انهم ياكلوا عيش. هم ناس قادرين على ممارسه الفنون القتاليه، لا ينتمون لاي طائفه وعايزين ياكلوا عيش، فبينضموا لوكالات النقل دي عشان يحموا الحاجات اللي هتتنقل. ده كده الهيكل العام كله لعالم المورم. في بقى شويه مسميات لازم تعرفها. عندك في البدايه الداو. ما هو الداو ده؟ الداو هو مسار او طريقه بيتبع فيها الفنان القتالي طريقة اليين واليانج. ده بمنتهى البساطة هو الداو، اتباع مسار اليين واليانج. ما هو اليين بقى يا معلم؟ اليين هي الطاقة الباردة الناعمة الأنثوية بمعنى أصح يعني، واليانج هي الطاقة الصلبة الحارة الذكورية. ده أبسط شرح ممكن للاتنين. في بقى الكي أو التشي، ودي الطاقة الروحية اللي بتتيح للفنان القتالي نفسه على ممارسة فنون القتال. وفي أهم حاجة بقى واللي هو الدانتيان، ده يا معلم مركز التشي، المكان اللي بتجتمع فيه الطاقة وبتتخزن فيه. ولو الدانتيان ده حصل له اصابات فالفنان القتالي نفسه هيعاني من الم واضرار كتيره جدا. ولو الدانتيان ده نفسه اتدمر فالفنان القتالي نفسه مش هيقدر يمارس الفنون القتاليه تاني نهائيا. وبس يا ابو الصحاب، هنا نكون خلصنا الشرح الكامل الوافي الشافي عن عالم المورم. اعتقد يعني ان انا شرحت كل حاجه ممكنه عن عالم المورم. تنويه صغير بس، السكريبت ده او الفيديو ده بالكامل انا كاتبه ارتجالي تماما، انا كاتبه اعتمادا على ذاكرتي بس مش اكتر،
فاتمنى تعذروني لو في غلطه او حاجه نسيتها، ولو في غلطه فعلا فاتمنى تصححوها لي تحت في الكومنتات، ولو في حاجه نسيتها اتمنى برضو تقولوها تحت في الكومنتات. يعني نخلي الكومنتات تبقى تكمله للفيديو، والناس اللي مش فاهمه عالم المورم تفهم اكتر واكتر. نخلي الفيديو ده كله في النهايه يعني ان احنا نشرح حاجه واحده بس، وان شاء الله نعمل انواع تانية من الفيديوهات دي، نشرح حاجات تانية في منهوات تانية وعوالم تانية. يعني بصوا انا هديكم حاجه، فيديو عايز اعمله، انا ما بحبش عالم الزراعه اللي هو طالع من الفنون القتاليه بس صيني اكتر، اللي هو الزراعه ومحارب الذروه السماوي ومش عارف ايه الكلام ده كله، انا نفسي اتعلمه وافهمه، فممكن ناخد الرحله دي مع بعض ونحاول نشرحه بعدين. المهم اتمنى ان انت تكون استمتعت بالفيديو ده، ولو حابب نعمل من النوعيه دي تانية قول لي تحت برضو في الكومنتات. وبس اشوفك الفيديو الجاي امتى الله اعلم. انا قناه مانجا عويسه بقيت اتعامل معاها ان انا وقت ما احب ان انا اعمل فيديو عن المنهوه او اشرح حاجه عن المنهوه هنزل فيها، انما ما اقدرش اوعدكم بميعاد معين. بس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.